دخل معلم اللغة العربية قاعة الصف وبادر بكتابة حكمة اليوم الآتية: تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. وعلى غير عادته لم يسجل اسم قائلها. التفت نحونا قائلا: سأترك لكم يا أحبائي مهمة البحث عن قائل هذه العبارة وفي أي كتاب وردت. أثار الأمر فضولي، فعقدت العزم على أن أبحث عن قائلها لأتعرف إليه من مؤلفاته. استثمرت وقت استراحتي المسائية في البحث عبر الشابكة لأجد أن العبارة من قول عبد الله بن المقفع في كتابه الأدب الكبير والأدب الصغير. فراقني أن أسجل أجمل عباراته التي قرأتها. وفي اليوم التالي وقفت حنين أمام زملائها في الصف وقالت: أصدقائي، لقد عرفت قائل حكمة البارحة، إنه عبد الله بن المقفع في كتابه الأدب الكبير والأدب الصغير، ويسعدني أن أقرأ لكم سطورا أعجبتني فسجلتها في دفتري. تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى يقضي حديثه، والإقبال بالوجه، والنظر إلى المتكلم، والوعي لما يقول. وإذا كلمك الكبير فأصغ إلى كلامه، ولا تشغل طرفك عنه بنظر إلى غيره، ولا أطرافك بعمل، ولا قلبك بحديث نفس. واعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، هم زينة في الرخاء وعدة في الشدة، فلا تفرطن في اكتسابهم. قال فراس: اختيارات جميلة، يبدو أنه كتاب نافع. تابعت حنين: شكرا لك، أنصحكم جميعا بقراءته ففيه الكثير من الحكم. اسمعوا ماذا قال أيضا: إن سمعت من صاحبك كلاما أو رأيا يعجبك فلا تنتحله تزينا به عند الناس، ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنما. حبب إلى نفسك العلم حتى تلزمه وتألفه ويكون هو لذتك وسلوكك. وليعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم. تأثر الجميع بما سمعوه، وقرروا أن يزينوا الصف بلوحات كتب عليها بعض من هذه الحكم.